تفتكروا في الموقف ده الزوج غلطان ولا مراته هي اللي مكبرة الموضوع؟ ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه الصلاة والسلام. أنا من ساعة اللي حصل مع جوزي ومش قادرة أعديها ولا أتناسى. القصة بدأت من حوالي 4 شهور لما صاحبه عرض عليه فرصة سفر لشغل برا مصر. جوزي من وقتها وهو بيجري ويخلص في الورق، وأنا صراحة كنت ضد الموضوع من الأساس لأني بحبه ومش متخيلة يوم من غيره. بس هو فضل يقولي إحنا لازم نأمن مستقبلنا ونعيش مرتاحين، وكمل في اللي في دماغه لحد ما فعلا اشترى التذكرة وتحدد ميعاد سفره. يوم المطار مسكت فيه بكل قوتي، عياط ودموع وحضن مش راضي يفك، لدرجة إني فقدت الوعي. بدل ما يطمن عليا أو حتى يرجع يشوفني، أخوه شده وقال له الحق طيارتك دي دفعت فوق 200,000 جنيه، ما ينفعش تضيع السفرية. وسابه وركب الطيارة. الإسعاف جه وشالني على المستشفى، وأول ما فقت عرفت إنه سافر ومرجعش حتى يطمني. حسيت بكسرة جوه قلبي. أهلي لما قلت لهم إني عايزة أطلب الطلاق قالوا لي أنت طفولية، لازم تستحملي عشان مستقبلك ومستقبله. بس والله أنا حاسة إني اتخذلت. هو لو بيحبني زي ما بيقول كان يسيب أي حاجة ويرجع يطمني حتى لو يخسر الفلوس. فأنا محتارة، هو صح ولا أنا؟ قولولي يا جماعة، هل من حقي أزعل ولا أنا اللي كبرت الموضوع؟ وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه الصلاة والسلام.